يا رب تبلغنا شهر رجب وأحب الشهور ليك وإحنا بصحة وعافية. يا رب اجعل أيامه تجبر قلوبنا وتستر عيوبنا وتمحي وتغفر فيها ذنوبنا، تشفي مرضانا وتوسع رزقنا وتفرج همومنا وكربنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان وغض البصر، ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وبشرنا فيه بزوال البلاء والوباء والأحزان. اللهم استجب يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي متابعين قناة يوميات زوجة بسيطة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير كتير كتير. كل سنة وانتم بألف خير وسعادة، وربنا اللهم أهل علينا رجب، وبارك لنا في شعبان، وأهل علينا رمضان واحنا في أحسن حال وخير يا رب العالمين، وفي صحة اللهم امين. طبعا هلة رجب دي عندنا يعني ان شاء الله هو كان موافق يوم 2، فاحنا بدأناها كده بصيام، فكل سنة وحضراتكم بألف خير، واللي صام ربنا يتقبل منه ان شاء الله. هنبتدي معانا بقى، هنعمل غدوة خفيفة كده او فطار خفيف. كان معايا هنا لحمة وسلقتها، ومعانا بطاطس هنا، وقمت عاملاها كده، هعملها كده حلقات صينية يعني. وهنبتدي بقى نعمل لهم، نشتغل شغل حلويات. هنعمل ايه بقى؟ معانا هنا كنافه ملونه كده بالشكل الجميل اللي انتوا عارفينه ده وشايفينه ده. كان معايا حوالي 3 الوان. معايا اللون ده واللون اصفر واللون ابيض، تمام. فانا حبيت بقى، انتوا عارفين ان انا ما باكلش حاجه لوحدي كما عودناكم، فطبعا الجيران وجيران الجيران والاهل والحبايب، وده الحمد لله حاجه. الحمد لله، حتى لو الحاجه مش عمايلها قد كده، بس انت بتفرقي منها وبتدي لغيرك وبتدي لجيرانك واصحابك واحبابك. سبحان الله، الحاجه بتشكر وبتبقى يعني ما اقولكوش بعد كده، وربنا بيطرح فيها الف بركه. يعني الكميه اللي انا عملتها قدامكم دي بسم الله ما شاء الله اكل منها ناس كتير وكانوا صايمين الحمد لله. فدايما لما يكون عندك حاجه كده، طلع منها لله وطلع منها لاهلك وحبايبك، عشان بالمصري كده او بالفلاحي فرقوه يبوح مش عارفه، او يفوح، حاجه زي كده هم قالوا لنا كده. فانا معايا زي ما انا قلت لكم الثلاث الوان دول، معايا لون ابيض ولون اصفر، ده كنافه. ممكن تعملها اللي هي كنافه النابلسي، وممكن هتعملها بالطريقه اللي كانت سريعه دي وسهله، ومش محتاجه اي كلفه مننا خالص 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 خالص. وفرحنا بها الولاد. وكمان شايفين الشكل الجميل، انا كده عملتها وفردتها، لان هي كانت يعني في منها طويل، وفردت منها الحلو كده، وعملتها بورمه كده، لفتها بس من غير اي مكسرات ولا حشيت فيها اي حاجه، ساده كده، وحطيتها كده بالمنظر الجميل ده. شايفين زي الوان الطيف، بس ما جاتش الوان الطيف ده كده، مش عارفه كده باين عالم حاجه يا جماعه. المهم انا حبيت افرح الولاد، لان طبعا كان في من الاطفال اللي كان فيه صايمين، وطبعا حبيت افرح الكبار، وحبيت افرح نفسي، واحس نفسي ان رمضان ان شاء الله داخل علينا كده ان شاء الله بخير ويمن وبركات. ده طبعا اللي فاض منها اللي هي الفرافيت دي، او اللي معرفتش اجمعها واعملها اللي هي البورمه دي. فطبعا ده هتتعامل ما تقلقوش يعني، ده اللي فاض ده هيتعمل، وهيتعمل حاجه اجمل كمان من اللي هي اللي فاتت دي. هنعمل ايه بقى؟ انا عملت الاولانيه ديت يا دوبك عملتها كده بورمه او مبرومه، وقمت حطها في الصينيه، بس هو ده اللي انا عملته. دي بقى الفايد منها ديت، او الهرد اللي فايد منها ده، او المفتفت او المفكفك. هعمله كده بالطريقه ده. كل اللي انا هعمله ان انا احط عليه شويه سمن، وممكن عايزه تضيف عليه شويه سكر تضيفي، بس انا ما ضفت السكر ليه؟ لان انا ما كنتش حابه ان انا احط سكريات كتير. تمام كده يا قمر انت وهي. وهجيب فنجان عندي وهقوم عاملاه بالشكل ده وبالطريقه بتاعتنا الجميله العاديه دي. شايفين الجمال؟ شايفين الحلويات؟ يا سلام يا سلام، سيدي يا سيدي على القمر والجمال. بصوا يعني كفايه ان احنا بنحبب الاطفال في الحاجه، كفايه ان احنا اما ناكل الحاجه كده نحس ان احنا بناكلها بنفس، بناكلها كده بشكل مختلف يعني. مش شرط ان انت تبحثي عن الطرق الواو عشان ان انت تعملي الحاجه، لا بجد يعني. بسم الله ما شاء الله، هو حوالي كان كيلو ونص عندي، عملت منه كميه وبسم الله ما شاء الله اتفرق كله يعني. وعملت اللي هي البيضه ديت، عملتها ايه، عباره عن نص ونص يعني. عملتها بالمهلبيه، البيضه ده عملت منها صينيه بالمهلبيه.
وحطيت لها بقى، كنت عامله طبعا الشربات كانت عندي، فاللي انا عملته قمت انا مدخلاها الفرن بقى، حطيت على اللي هي البورمه دي سمنه، بس سمنه كده، وحطيتها في الفرن، وقمت عامله التانية ديت بالمهلبيه والمكسرات. وجيت زي ما انتم شايفين دي، شايفين دي وشايفين الجمال، شبه الكب كيك كده، بس ايه بقى، واو طعمها فاخر من الاخر على رأي اللي بيقولوها يعني. عملت حاجه كانت سهله وبسيطه، وكانت يعني ايه، الحمد لله هي نالت ارضاء الجميع. والحمد لله الحمد لله يا رب ان انا بفرق الحاجه بايدي، مش غرور مني ولا كبرياء ولا تكبر، بس والله الحمد لله يعني ان انا بحب اكل واكل غيري من الحاجه. وربنا يديم الناس الطيبه والناس الكويسه نعمه في حياتي يا رب العالمين. واللهم اصلح ذات بيننا، لو في اي حد متخاصم او مثلا يا جماعه اي حد يعني فيه شجار بينه وبين حد، انا يعني بدعو ان ربنا يهدينا ويصرف عننا، وان ده رمضان داخل علينا، فدايما كده احسنوا الظن بالناس، ودايما ربنا يغفر لنا، وربنا يتوب علينا، وربنا يتقبل مننا. اهم حاجه الايام اللي جايه دي نصفي قلوبنا وننقي نفسنا كده. ولا ما اقدرش اقول غير انا بحبكم في الله، وان شاء الله باذن الله في رمضان هنعمل احلى تشكيله واحلى شغل باذن الله، وربنا يجعله كده ان شاء الله ادم الخير علينا، ويتقبل منا صالح الاعمال باذن الله. حبيت ادخل عليكم بفيديو بسيط وسهل وحاجه كده تحسسكم برمضان، وما اقدرش اقول غير كل سنه وانتم بالف خير وسلام. باي باي.